هنا بيستخدموا آلات كده بتلتقط السي فود من المية، والمشهد بصراحة مريح للعين وغريب شوية. اللي بيتجمع ده اسمه بلح البحر، وبيسموه كمان البلو ماسلز عشان طعمه فيه نكهة بحرية خفيفة شبه نوع تاني من المحار. الخشب الكتير اللي واقف جنب الشط ده مش ديكور، ده معمول مخصوص لتربية بلح البحر. العملية بتبدأ لما العمال بيربطوا حبال في الخشب ويدقوا فيها مسامير. المسامير دي بتشد يرقات بلح البحر. بعد شوية اليرقات بتتثبت في الحبال، والصيادين بيقصوا الحبال دي ويلفوها حوالين الخشب، وده علشان بلح البحر يكمل نموه وهو متثبت كويس. لما بيخافوا انه يتغسل من المية بيغطوا الخشب بطبقة شبكة زيادة. بلح البحر بيتغذى على الفضلات العضوية وحاجة اسمها دياتومات موجودة في المية، وده بيخليه يكبر بسرعة. في خلال سنة تقريبا بيكون جاهز للصيد. أحلى حاجة في الموضوع إن الطريقة دي مش محتاجة مجهود كبير. بلح البحر بيكبر لوحده من غير متابعة كتير، ولما بيوصل للحجم المناسب الماكينات بتجمعه بسرعة ويروح للناس اللي بتحب تاكل. سؤال هنا بقى، هل أنت بتحب تاكل بلح البحر ده؟ بأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.